كيفاش نركب غروتيرم سمارت كنترول تيرموستاتيك. مرحبا بكم في ورشة غروي. اليوم غادي نوريكم كيفاش تركبوا البرودويات اونكاستري ديالنا في 5 الخطوات سهله. كاينين 3 الانواع مختلفه. هنا عندنا غروتيرم سمارت كنترول تيرموستاتيك، والاساس ديما هو هاد العلبه الرائعه اللي كتركب في الاول. اول حاجه خاصكم تحددوا بالضبط الاستخدام المستقبلي والوظيفه اللي بغيتوا تستعملوا فيها سمارت بوكس، حيت هادشي غادي يأثر على المراحل القادمه في التركيب. سمارت بوكس كيتركب في الحيط او اللوراه على حسب التصميم ديال الحيط والعمق ديالو. الرسومات ديال الراكوردمون ديال التيوات كاينه في الواجهه ديال سمارت بوكس. هنا الرسومات ديال التوصيل كتختلف على حسب شنو غتانستالي، واش دوش اليد او روبيني ديال البينوار ولا حتى الدوش ديال الراس. من غير هادشي الماء البارد والماء السخون ديما كيدخلوا لتحت ديال السمارت بوكس، الماء البارد في اليمين والماء السخون في اليسار. في الحاله ديالنا غنحتاجوا لهذا الرسم ديال التوصيل. من بعد ما كيركبوا التيوات بشكل صحيح وفق المواصفات وكيتصاوب الحيط بالقبض، غادي تستعملوا طقم الجوانات باش ما تدخلش البروده وفق المعيار DIN 18534 الخاص بالعزل ديال الاجزاء الداخليه. من بعد تقدروا تكملوا التزلاج ديال الحيط او لا تقادوه بطريقه اخرى. دابا جا الوقت باش تركبوا الغروتيرم سمارت كنترول تيرموستاتيك. اولا اجي تشوفوا الادوات اللي غادي تحتاجوهم. العلبه فيها الميكانيزم وجميع القطع ديال البياس ديال الراكوردمون وديال الواجهه، وما فيها باس تشوفوا معكم تعليمات التركيب اللي كتجي معاهم. ودابا غادي نبداو التركيب. اولا قطعوا السمارت بوكس على الحد ديال الحيط باستعمال اداه مناسبه. من بعد ديروا السيليكون بين الحيط والسمارت بوكس باش ما تدخلش البروده في الحيط. وما حدنا جبدنا البروده خاصكم تقطعوا الماء في البدايه ديال التركيب، ولا على الاكثر فاش تخرجوا الوحده ديال التحكم في الماء في المرحله القادمه. باش ديروا هذا الشيء حلوا الفيسات ديال التثبيت بربعه. من بعد خرجوا الوحده ديال التحكم في الماء بشويه. تقدروا تستعملوا اللقاط باش تجنبوا طيح لكم الوحده ديال التحكم في الماء بشكل غير مقصود. دابا خرجوا السدادات ديال البلاستيك من المداخل ديال الماء البارد والسخون باش جميع الاجزاء ديال الانابيب تغسل حتى لنقطه الخروج حسب المعتاد. من بعد الغسيل رجعوا الوحده ديال التحكم في الماء وحلوا الماء مره اخرى وغسلوا الخرجه ديال التيو. دابا كاع التيوات تغسلوا حتى لنقطة الخروج. من بعد قطعوا الماء مرة أخرى. دابا تقدروا تخرجوا الوحدة ديال التحكم في الماء وترميوها. جا الوقت باش تركبوا الميكانيزم. دهنوه بلا كريس ودخلوه في سمارت بوكس. من بعد ما تثبتوه بشويه باستعمال زوج ديال الفيسات. الميكانيزم خاصو يبقى قادر يتحرك باش الروبيني يقدر يتصاف بشكل افقي او حتى موازي مع الزليج. من بعد فيسيو البلاكه ديال التثبيت بجوج ديال الفيسات باش تسهلوا التعديلات. الفيسات خاصهم يبقاو خارجين على السمارت بوكس بقدر كافي باش تقدروا تحطوا الميزان ديال الماء باش توازنوا الوحده بدقه. الميكانيزم يقدر يميل حتى ل6 ديال الدرجات في الاتجاهين بجوج، الشيء اللي كيميزو بالمقارنه مع المنتجات الاخرى. الا توازن الميكانيزم زيروا الفيسات ديال التثبيت. من بعد زيروا الفيسات الاخرين بجوج. دابا حلوا الماء وتاكدوا ان كل شيء مزير. دابا خدموا شي خرجه ديال الماء مثلا رشاشه. باش ديروا هاد الشيء حلوا الخرجه ومن بعد قيسوا درجه الحراره بالترمومتر ودوروا لا كوموند دو تمبيراتور وضبطوها على 38 درجه مئويه. هاد الشيء كيضمن ان درجه الحراره المحدده في 38 درجه كتطابق العلامه في اللوحه الكروميه. من المهم ما تحركوش البوانيي من بعد ما تضبط درجه الحراره حتى تركبوها. ومن بعد الضبط قطعوا الماء مره اخرى. من بعد حطوا لي تيج فيلتي على الصمامات. خاصكم تسمعوا واحد الدقه خفيفه فاش كتثبتوهم.
قيسوا المسافة X هنا وقارنوها بالتعليمات اللي في دليل التركيب. هاد الشيء كيمكنكم تحددوا واش خاصكم تمديدات ولا لا. هنا خاصكم تأكدوا أن العمق ديال التركيب مطابق للتعليمات اللي جاو مع العلبة في الوقيته ديال تركيب سمارت بوكس. في الحالة ديالنا ما احتاجيناش تمديدات. دابا دوروا جميع الصمامات اليمين حتى يشوفوا نيشان على اليسار. من بعد حيدوا أغطية الحماية البرتقالية اللي على البلاكة ديال التثبيت. وصافوا جميع الازرار ديال الصمامات باش تكون الشقوق كتشوف نيشان على اليسار بحال الصمامات حسب تعليمات التركيب. من بعد ركبوا البلاكه ديال التثبيت باستعمال 4 ديال الفيسات. خلال هاد العمليه تاكدوا ان الفيسات مزيره غير بيديكم، والا تقدروا تعوجوا البلاكه ديال التثبيت، الشيء اللي غادي تسبب في صعوبات ديال التركيب ديال الواجهه الكروميه. من بعد دابا ركبوا الأغطية البرتقالية مع الفتحات الصغيرة ديال التعرف، ثبتوها بطريقة تكون الفينيسيون كرومي ديال الزر واضحة. من بعد ما كلشي كيتثبت مزيان، ليتيج فيلتي تقدر تنجر بسهولة. المهم تأكدوا أن جميع الصمامات محلولة باش لي بروش يكونوا خارجين شوية أكثر. من الأحسن تحطوا تيب ديال الكرتون اللي جا مع البوانية ديال الترموستات على البوانية ديال الترموستات. هادشي باش تحميوه من الضرر الغير المقصود اللي يمكن يلحق به إلا بغيتوا تستعملوا المنشار باش تنجروا لي بروش ديال الصمامات. دابا يمكن لكم تحيدوا الأغطية ديال الحماية والكرتون. جا الوقت دابا باش تركب البواني ديال التحكم في درجات الحرارة. المسافة X خاصها تقاس مرة أخرى وتطابق مع تعليمات التركيب. هاد الشيء غادي يخليكم تعرفوا واش خاصكم تمديدات ولا لا. من بعد دوروا البواني ديال التحكم في درجة الحرارة لدرجة 38 سلسيوس بحيث الزر يكون كيشوف الفوق النيشان. دابا دفعوا المونشون ديال البلاستيك داخل البوانيي مع العلامة اللي مكتوب عليها توب، وجهوه للفوق وخليوه يتثبت مزيان. باش تركبوا الواجهة وركوا على زر التحكم في درجة الحرارة ودوروه في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة حتى يقرب يشوف اليسار نيشان. بهذه الطريقة غادي يبقى ثابت. وتقدروا دابا تدخلوا الواجهة فوق الأزرار وتثبتوها على الحيط. من بعد دوروا الزر مرة أخرى للفوق. فيسيو دابا الحلقات البلاستيكية الخضراء على الفيلطاج ديال الأزرار ودخلوا الأغطية مع الرمز الموافق. من بعد تأكدوا أنهم صافين على لانوفير وأنه بمجرد ما تسدوهم العلامات خاص يكونوا مقادين مع الأزرار، وإلا ما كانوش مقادين حيدوا الزر اللي ما مقادش وضبطوا الوضعية، يا إما تزيروها أو لا ترخفوها. دفعوا الغطاء الكرومي بشوية والجهة المسطحة خاص تكون لتحت. هانتوما ساليتو. من بعد تركيب الدوش تقدروا تحلوا الماء وديروا اختبار تشغيل. ممتاز. دابا جا الوقت باش تسلموا المهمة. ما كانش صعيبة بزاف ياك؟ حتى نتوما غادي تقدروا عليها.